بشكر ربي لكوني مشغولة دائما، مشغولة ببيتي وعائلتي وأولادي، بأحلامي وتطلعاتي. بشكر ربي إني ما عندي وقت لحتى أشوف غيري شو عمل أو شو جاب أو لوين راح. بشكر ربي إني مشغولة بنفسي عن غيري. بشكر ربي إني مقتنعة بحياتي رغم نواقصها أو عيوبها. وبشكر ربي أكتر إني بحياتي ما حاولت راقب الأشياء اللي منها موجودة عندي وهي موجودة عند غيري. السلام عليكم، كيفكم حبايب القلب معصومة؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بخير، إن شاء الله تضلوا بألف خير وأنتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد، إن شاء الله هيك ينالوا إعجابكم يا رب، وتكونوا هيك سعيدين وأنتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. بتمنى كل حدا مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس وحطوا لي لايك، وخلينا نبلش الفيديو. وما ننسى أنا وأنتم ذكر الله والصلاة على النبي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هون يا جماعة رواد له يومين بده شوربة بده شوربة. بقى اليوم قلت له رح احط فطوري رواد، لا الا بده شوربة. قلت له قوم اعمل شوربة منه بطعمي رواد ومنه بفطر على الصومي. بهالبرد كتير دافية ومفيدة، وبنفس الوقت انه بقطع بقلبها خبز ومريحة مشان اكل على الصومي. قلت رح اعمل كمية مو كتير كبيرة لاني ما لي كم يوم طابختها، رح اطبخ بس لرواد ولا عالصومة. شو بدنا نسوي؟ سبحان الله، يعني الأم قد ما هيك تتعذب بنفس الوقت ما بتقسى انه بولادها. المهم اللهم انه تطبخ لهم وتشوفهم سعيدين. بقى له يومين قلت بقى حاجته والله يعني حرام. هلا هون صبايا على اساس اني اطبخ فوق، ما بعرف، قلت هلا بده يطلع البخار على الرفوف وعلى اغراض المطبخ. قلت رح انزله على الارض وبلش. وهون هذا الجلي من امبارحة يا صبايا، من امبارحة وقت اللي قلت لكم كانوا عندي جاراتي، ورحت انا على العزيمة تركت الجلي ورحت. هذا الجلي له من امبارحة والله يا جماعة، وما عم نوقف بالمطبخ الا عم نجمد. قد ما احكي لكم برد برد مو طبيعي. ما بعرف اذا كل الصبايا كل المناطق عندهم برد، بقى عنا له كذا يوم برد كتير كتير. عن جد ما انا عم بخلص ضبضب المطبخ وجلي الا بحس حالي بفوت لقلبي البرد. إيه بقى جينا بالليل وكنت كتير بردانة على الطريق، وأنا امبارحة قعدت عند الجماعة وقعدة رسمية مثل ما بقولوا. والله يا جماعة جيت رجلي وظهري ما بقى فيني حركهم. أنا الديسك يا جماعة إذا بقعد قاعدة طويلة عليه عند حدا، ليش أنا هلأ ما بروح على حدا كتير. صحيح أول شغلة مشان عالصومة، وثاني شغلة مشاني أنا، لأني ما فيني أقعد عند حدا أخذ راحتي. بالبيت أنا يا جماعة بدي ضل هيك متسطحة، ضل قوم واقعد واتحرك هيك، بحس انه اسهل لي ما اني ضل قاعده طويله. حتى الصبع على كاس المتي انا ما فيني ضل قاعده طويله، خصها لهالفتره انه هايد علي الديسك على البرد. امبارحه جيت بردانه وظهري كتير عم وجعني ورجلي، ما جليت الجلي. قلت رح اتركه للصبح بضبهم الصبح، انه ما كتير ما في عندي غير الكاسات والفناجين اللي ضيفت فيهم. قلت فورا الصبح اللهم صل على سيدنا محمد بجليون. وبدي رد عصبية انه اللهم صل على النبي، ليش انه يا معصومي بتضلي لابسه رواد نص كم. رواد يا جماعة بقلب الغرفة عندنا دافية الحمد لله رب العالمين، وما شاء الله قد ما احكي لكم رواد ما بيتحمل اللبس. عندي عن كل اولادي هذا الولد ما بعرف لمين طالع، دائما مشوب، يعني اكثر من بدلين ما في يلبس، يعني كنزي من جوا وقطعة من فوق، واكثر من هيك ما في يلبس. اني لابسه كتير طبقات فوق بعض وما بيتحمل ابدا. وبقلب الغرفة عن جد، يعني انا دائما بخليه يشلح. بيقول لي ماما انا فحمت، بحط ايدي برقبته ما شاء الله بحس انه رقبته عرقانة كتير. لهالسبب هذا بخليه انه يشلح بالغرفة. بس لا اكيد لما بيطلع من برا الغرفة اني بلبسه كنزي تاني، بس ما بسمكله باللبس ابدا. ما بعرف سبحان الله انه الطفل هيك ما شاء الله بجوز كتر ما بيحرق انه بضل دفيان او هيك. انا هو قلت له يعني يا ماما تعال البس. هلا المتابعين رح يستغربوا انه كيف الدنيا تلج وكيف رواد دائما لابس نص كم. ومبارح عم تحكي صبية كمان تسألني انه معصوم شو يعني حافظة. حبيبتي بتجي هاي مثل السداجة، بس يعني رقيقة كتير كتير. يعني شو بدي اقول لك، مثل سداجة الصلاة، من قماش سداجة الصلاة اللي بنصلي عليها نفسها. بتجي هي كفر سداجة من فوق، يعني حماية للسداجة. ما بعرف، مو كل العالم انه بتعرفها.
بتنمد فوق السداجة بالشتاء، بتضل يعني ام الاولاد تقيمها وترجعها وتغسلها وهيك بتضل عندها سداجتها وبيتها نظيف. هن قديمين كتير، هن اساسهم اول ما طلعوا من السعودية يا جماعة، ما كانوا نحن في عنا بسوريا، بس هلا صار كل شيء هون متوفر وكل شيء عم يجيبوه. وهي يعني انه كفر سداج كتير كويسه. قلت لكم انه يعني اللي بدها تغير عفش بيضة او المد او اي شيء، انه بتجيب منها افضل ما تجيب موكيتي او سداجي ب $100، بتجيب هي ب $15 وفي ب $12 صبايا او $13 هيك اسعارهم. من امبارح انا حكيت هذا الحكي، يعني انه كتير ببيضوا الوجه ما شاء الله، كتير حلوين. ومنه يعني الواحد بيطبقهم على المد اللي عندهم فيه. واهم شيء اللي هو المهم عند معصومه، انه تضل السداجه نظيفه وبتنغسل هي وبتنشف بنفس اليوم. عرفتوا كيف؟ بتنحط بغسالة الاوتوماتيك. والسداج التركي صبايا كمان مثله، بس ذاك بيجي يمكن سفته نايلو جلد او هيك، بحيث انه ما بيسرب اذا كب كاسة مي او هيك ما بيسرب على السداج اللي تحت او هيك. بس انا ما بعرف، ما شفت منه هون، حتى قالوا انه نازل بس كتير غالي. وهون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، صحيح امبارحه المال وحظ بهالدنيا، لا يشقى ولا يتعب. والله انا ما بزعل انه بضيفوا 100 اهلا وسهلا بكل حدا بده يجي. امبارح حالي وعسني، بس اليوم طلع اليوم بدنا ضيوف وبدي اعمل غدا، على اساس اني صرت ادور على اكل سهله. يعني جد يا جماعه والله انا ما بتعجز الحمد لله ما اعمل لي اكل، بس قلت بدي اعمل اكل سهله، انه بحيث حطها بالفرن واني ما كتير يصير عندي شغل روح على المطبخ، ما ضل اطبخ وهيك، بس من البرد مو اكثر من هيك. إيه بقى فكرت اول شيء بصينيه البطاطا، ما بعرف حسيتها انها ما ظابطه هي وسلطه. طبعا هي الضيوف يعني رجلين زلمة اثنين يا جماعة، ما في نسوان بالموضوع. بعدين قلت لا رح اعمل كبسة، حط الفروجات بقلب اللهم صل على النبي بقلب الفرن. وجبنا فروجات يا جماعة، الفروجة ما كبيرة، دوبا كيلو ونص الفروجة، صغار يعني فورا بيستووا. انا ما يعني غسلتهم ونظفتهم وهيك، بس ما شاركتهم معاكم. وتبلتهم تتبيلة، دائما هي تتبيلة الفروج كل الدنيا بتعرفها. وحطيتهم بالفرن وقلت هلا بطبخ بهدي الكبسة على مهلة. كنت غاسلة هيدا الخس الخضرة مخليتها لتنشف. أنا بحب يا جماعة إنه الفرم التبولي أو السلطة إذا ما كانت ناشفة الخضرة غاسلتها بوقت وتصفي تماما لحتى إني أفرمها. قلت رح أفرم السلطة والفروج خليها تستوي على 100,000 مهلة بقلب الفرن. ونقعت الرز قلت هلأ بهدي الكبسة على مهلة وبطلع خالصة بعمل غدا وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلب كل حدا عم ياكل. بقى هون بدي أخلص من السلطة، كنت بدي اخدها على الغرفة حط مدي واقعد افرمها. يبقى لماطة اللي كمان بتضرني، قلت لا رح اخلص منها هون على المجلة. وماني عم خلي يا جماعة كل ما بلوت كاس ان شاء الله صحن اي شيء عم ليفه مشان ما يتراكم عندي الشغل. انه بعد الغداء ما يكون عندي كتير جلي، فورا ليفهم وبدل ثيابي واني اروح على الغرفة على الصوبيا. اللهم صل على سيدنا محمد. وهدول الأغراض من شوي بعت عليهم، بعتوا ابني جابون يا جماعة، جاب لي فستو مبينين عليكم وزبيب هداك وبدي احطه على الكبسة. وجاب لي علبة الخل ودبس الرمان، هذا ما عندي خالص من عندي. وعلبة الشطة هي الصغيرة طيبة، هي كتير على الكبسة صبايا، يعني منها حدي ومنها تعطيها نكهة كتير طيبة. وهلا هون يا جماعة جبت انا هي البصل، بدي اقيم منها كم هيك قطعة للتزيين. ما بعرف صبايا مين بيزين ببصل بقلب الكبسة او الفريكة وهيك، ما بعرف، انا بحسه بيعطي منظر كتير. بقى قلت رح افرم انا للكبسة. قلت احسن انا ما قيم هي البصل، قلت لا انه اشيل للزينة والباقي بفرمه الكبسة عم تصير مشان اني حرام ما ارمي البصل اللي بدي انا هي الحلقات القلب كله كنت بدي كبه. لا انا افرمه الكبسة ومنه يعني دفع البصل بالطريقتين. هون رح افرمهم كيف من كان عشوائي، يعني اكيد رح يذوبوا ما رح يبينوا بقلب الكبسة. انا طبعا رح اقليهم انه الفليفله كتير منيح. ونسيت يا جماعه انا دائما الكبسه بفرم لها يعني حبه بندوره او حبتين بعد ما بقلي البصلي والفليفله. والله العظيم نسيت ابدا، بس الحمد لله رب العالمين طلعت طيبه وما طلع يعني طلعت كتير نكهتها طيبه. وهلا هون رح افرم هذا الفليفله ما عندي غيره. كنت رايدة انه يكون عندي واحد اخضر اني زين فيه، قمت هدول القطعتين قلت رح ازين فيهم مع اللهم صل على النبي مع البصل. وهلا كمان بقطع حبة بندورة كمان هيك حلقات وكم قطعة خس، يعني بيعطوا منظر للسفرة او للمنسف الكبسي، كتير بيعطوا منظر حلو. انا بحب دائما انه هيك زينه
بألوان بأبيض وأحمر وهيك بيعطي كتير منظر. وصبايا حابة أخذ رأيكم بشغلة، في قصة أنا كل يوم بحكيها لرواد، كانت تحكي لنا إياها ستي دائما، أنا كل نهار بحكيها لرواد قبل النوم. هي قصة يعني طويلة، بدها يعني بدها ربع ساعة، يعني بدها فيديو. كل يوم بقول بدي أحكيها للمتابعين مع الشغل وأنا عم بعمل الروتين أحكيها للمتابعين. بعدين قلت لا، رح يعني ما رح يفهموا شيء من الفيديو، رح يقولوا إنه معصومة حكت لنا القصة وعم تشتغل، ما شرحت لنا شيء عن الشغل اللي عم تشتغله. إيه بقى، شو رأيكم صبايا؟ إنه أعطوني رأيكم بالتعليقات، إنه أحكي لكم القصة مع الروتين ولا بحكي لكم إياها على كاست متي، على كيفكم. شوفوا لي أنتوا شو اللي بيناسبكم. معصومة تحت أمركم، ربي يخلي لي إياكم يا رب ويحقق لكم كل أمانيكم يا رب، اللهم آمين. اللهم صل على النبي. في أخت كمان قالت تدعي لي معصومة إنه أنا مريضة. الله يشفيك حبيبة قلبي، شفاء لا يغادر سقما. الله يشفيك ويشفيك المريض إن شاء الله يا رب، ويشفي لي عصومة وكل حدا عم يتألم ولا يتكلم إن شاء الله، ويشفي مرضى المسلمين أجمعين ولا يضر حدا، وخاص حبايب قلبي متابعيني الغاليين إن شاء الله ما بيشوفوا أساكل عمرهم وحياتهم يا رب. والله هيك حق لكم كل أمانيكم يا حبايب قلبي، ويبعد عنكم كل الشر والأسى يا رب. هون كنت حاطة طنجرة المي أنا يا صبايا على الصوبيا، قلت أنا بين ما أنا أعرز واغسل الخضرة واني اعملها رح احط مي بكسب الوقت. عرفتوا؟ بتسخن الطنجرة على الصوبيا فورا، بكت على الكبسة مي سخنة، وفعلا ما شاء الله يعني ما أكلت معي وقت أبدا. هون عم دوق ملحة، طلع ملحها الحمد لله كتير راكز. خلص أنا سبحان الله هيك تقديرا يا جماعة، بس بحب إني دوق، خاص إذا ما حدا، والله أحيانا إذا ما عندنا حدا طبخ لنا بدوق. هون كمان الكبسة تتهبر على مهلها ولا الفرجة الفن. وهلا هون رح حمص الفستقات، هون خلصت زيت، هلا كمان عندي حمصين كلهم من قلب القنينة. هون حمص الفستق، واللهم صل على النبي. وإسا هذا الحكي كله يا جماعة أنا هلا عم بيشتغلوا، إسا الضيوف مانن جايين، بس كمان كنت من فترة قلت لكم عصومي ورواد مبدلي لعصومي ومنظفة الغرفة كتير منيح هيك، وباخدها معطر انه بحيث انه ازعج الضيوف انه تكون هيك ريحة الغرفة كويسة. هلا طبعا انا ما شاركت معاكم هذا الشيء، بس انه يعني اكيد اي ست بيت لمن بيجيها ضيف هيك رح تعمل. وأمنت إنه الغرفة صارت نظيفة والبيت كله نظيف، وأنا دخلت على المطبخ إنه إذا أجوا الضيوف ما يكون عندي شيء غير إني أعمل أكل. سبحان الله أنا دائما يعني بحس إنه ما تعبانة بهالحياة، يعني ما إنه هلا بدي مستحيل إني أرتاح يوم إلا بدي أشتغل أدبال يعني بعد منه. هون أنا بقلل الفستق كتير قليل يا جماعة، لأنه هلا حماية القلات البيض فورا بيحمر الفستق. هلا الخبز لأنه هو من بعضه بيحمر على الحماوة، بتحسوا بيحمر. إذا بتطلعون الزحمة بتلاقوه بيغمق كتير بعد ما بتطالعوه. أنا لا بطالعه أشقر نظامي كتير فاتح، بعد شوي بصير هيك لحاله إنه لونه ذهبي بجني. والفستق نفس الحكي، واللوز ولا اي شيء بعملوا انا وقت اللي بطفي عنه بتفكروا انه ساعته ابيض، ما بتحسوا غير من حماوة القلاي انه بيرجع اللهم صل على سيدنا محمد، انه بيرجع بيحمر. انا ما بحبه لونه غامق ابدا. وهي هون يا جماعة والله بدي جاطة حط فيها اني افرم فيها السلطة، ما عندي. من جبت هاي صينية الفرن يا جماعة البيت مثل الشحات، بالله العظيم بتجيبوا غراض بتقولوا انه خلص ما بقى نجيب بيت اكتفى. وقت اللي بيجيكم حدا او بتكون تشتغلوا بتحسوا انه في عندكم نقص. هلا انا عندي نقص بجواطي للسلطة ولهيك الامور، وعندي مصافي، بدي مصافي ناعمة للرز. انه هلا انا ما عندي مصفاية ناعمة اني صفي فيها الرز. سبحان الله. وكل مرة بقول انه يعني خلص اكتفيت ما بقى اجيب شيء للمطبخ، بتحسوا انه تطلع لكم شغلة جديدة. والله هيك إن شاء الله يقوينا ويعطينا الصحة والعافية ويرزقنا إن شاء الله من واسع فضله، ونجيب إن شاء الله كل الأغراض اللي لازمتنا بإذن الله تعالى. وهي هون طلعوا السلطة عندي، طلعت 5 صحون، ما بعرف 6 صحون، ما بعرف قد ايه. أنا بحب إنه هي السلطة يكون فيها ملفوف أحمر يا جماعة، هسه بيعطيها منظر. بس يلا الحمد لله رب العالمين، كمان الجود موجود. أنا كان في عندي خس، هي شتاية الخس يمكن راح يصيرنا نص شهر مشترينا يا جماعة، ولهلا انه عندي منها. اليوم اخره. سبحان الله نحن بنجيب كمية الخضرة صحيح مو كبيرة، بس كتير بتأدي عنا وقت. هون عم تزين معصومة عم تعطي منظر لصحون السلطة، مع انه الخسات عندي كتير قلبهم ناعم وملفوف لف، يعني انا بحب الورقة تكون هيك مفتوحة. وهون كانوا جايين الضيوف طبعا، وقت اللي تبلت السلطة طبعا ما بنحط لها ملح مشان ما تدبل. استنيت كنت فارمتها لوقت اللي اجوا،
وهون طافية على الكبسة تهبلت. شوفوا ما شاء الله كيف فلفل الرز ومستوية مستوية على كيفكم ما شاء الله، ونكهتها كتير كتير طيبة. هلا هون راح اسكبها انا يا جماعة، وهلا راح تشوفوا الدجاج بس شيلوا من الفرن وحطوا فوقاتها. راح تقولوا انه معصومة لازم انت مغيرة الاكل. امبارحة اكلتي قريبة للاكل، وامبارحة يا صبايا الاكل اللي اكلتها المندي انا ما خاطر على بالي ابدا، يعني انتو تذكرتوني انه اهنا باليمن بيعملوها. والله انا ما خاطر على بالي ابدا انه باليمن بيعملوها. انا بعرف انه بالقلمون بيعملوها، انا ما اكلتها كتير قبل عنا بمنطقتنا بحما، وهون لاول مرة باكلها بعد ما طلعت من المنطقة اللي انا فيها. إيه سبحان الله انه انا نصيب ناكل منها، وفعلا هي انه لقينا باليمن. شوفوا ما شاء الله الفروجات كيف مستويات يا جماعة، محمرين وماكلين ماخذين مثل التبلة اللي عملتها بشهوا القلب. انا هون طابخة كيلو رز يا جماعة، كيلو وشوي، وعاملة هي الفروجات. الفروجة لأنها صغيرة قسمتها قطعتين. شوفوا هالملقط قد ايه ريحني بعد ما جبته يا جماعة. كنت أنا يوم اللي جبته كنت ناوي عن جد الفروجي داي بدوبان، كنت ناوية إني أعمله بس اسكب فيه المحشي، كتير فادني لشغلات عن جد. بس السحاب بيجيب يا جماعة يا ورق زبدة يا لفة ورق سيليفون مشان حطها بسفل الصينية وقت اللي بعمل هيك أكلات، إنه يعني تريحني شوي جلي الصينية. عرفتوا كيف؟ إن شاء الله الله يقدرني إن شاء الله الشهر الجاي رح إذا نزلت على السوق رح أجيب منهم بإذن الله تعالى. ومن أم الصبية قالت لي إنه يا معصومة جيبي ورق زبدة كتير بريحك. أنا والله إسا ما جبته ولا مرة يا جماعة، بس إن شاء الله هيك رح أسمع كلامكم وجيبوا فعلا إنه بيريح. الله يجزيكم كل خير، كيف هيك بتشيلوا هم معصومة بتحبوها إنه ترتاح. الله هيك يكتب أجركم ويعطيكم الله يرضيكم يا حبايب قلبي، وشكرا لوقفتكم جنبي، وشكرا لك تعاونكم مع معصومي، وشكرا لك الكلمة حلوة بتكتبوها لمعصومي. الله يجزيكم كل خير يا رب. شوفوا أنا هيك بحب تجربوها صبايا، اللي مو مجربتها تجرب حلقات البصل مع الكبسة أو البرغل عجاج أو فريكي أو أي شيء، عن جد كتير كتير طيبة. أنا مرة عزمت عند جماعة وحاطينها وكتير عجبوني، من يوم صرت إني أحب هيك أعمل بصلي حلقات وحطها على المنسف، حاسة إنه بتعطي منظر كتير حلو. شو الاستثمار يا جماعة، وأكتر ما إنه إغماء كان هيك محلو. ولو سمعتوا حبايبي سمعتوا لهون، إذا حسيتوا إنه سهل لكم بساعة حطوا لي لايك، ربي يجوا بخاطركم، واشتركوا لي القناة وإن شاء الله الفيديو الله هيك يعطيكم والله يرضيكم ويجزيكم كل خير إن شاء الله يا رب. هون عم حط زبيب يا جماعة على سيدنا محمد للمنسف، وهيك رح زينه بالهي كم ورقة الخس مشان هيك يكسر اللون يعطي منظر أخضر. وشوفوا لي على منظر أكلة أم عصومي والله بتشهي يا جماعة، والأكلات بالبرد تحسوا غير شكل. تفضلوا يا ريتكم تكونوا معي لأعزمكم يا حبايب قلبي. ولحد هون حبايب قلبي خلص الفيديو، لا تنسوني من لايكاتكم الحلوة، ورح أترككم بأمان الله وحفظه، واستنوني بفيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.